قطع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلالة الطريق على مناورات جنوب إفريقيا الأخيرة بدعوة المبعوث الأممي ستيفان دي مستورة لزيارتها، مؤكدا رفض المملكة لأي دور قد تنوي أن تلعبه جنوب إفريقيا بخصوص ملف الصحراء المغربية. وأكد هلال في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أنه لم يتم استشارة المغرب قط بخصوص الزيارة ولم يتم إطلاعه على الأمر أبدا، مشيرا إنه في اللحظة التي علمنا فيها بمشروع هذه الزيارة قبل عدة أسابيع أعربنا مباشرة لديمستورا وللأمانة العامة للأمم المتحدة عن رفض المغرب القاطع لهذا السفر، ورفضنا أي تفاعل مع بريطوريا بشأن مسألة الصحراء المغربية، مستندين في ذلك إلى أسباب مشروعة وموضوعية. وتابع هلال قائلا: أتمنى ألا يكون ذلك تحدي للمغرب من قبل السيد ديمستورا، ولكن قد يكون مجرد خطأ في تقدير موقف جنوب إفريقيا الحقيقية. بأي حال من الأحوال حذر المغرب بشكل واضح من تداولات رحلته على العملية السياسية. وأضاف السفير هلال قائلا أن المغرب قام بتذكير المبعوث الشخصي بأسس ولايته التي تمثلت في رسالة تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، والتي حددت له أنه يجب أن يعمل حصريا مع الأطراف الأربعة المعنية في العملية السياسية: المغرب، الجزائر، موريتانيا، وعصابة البوليساريو الانفصالية، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007 بما في ذلك القرار 2703 في 30 أكتوبر الماضي. في حين دافع دوجاريك عن زيارة ديمستورا بمبررات غريبة، حيث أفصح ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة يوم الأربعاء المنصرم عن مبررات زيارة المبعوث الشخصية للأمين العام إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا إلى جنوب إفريقيا. وقال دوجاريك في لقائه الصحفي اليومي إن ديمستورا توجه إلى جنوب إفريقيا بدعوة من حكومته الأخيرة، مشيرة إلى أنه سيشارك في اجتماعات تتعلق بقضية الصحراء المغربية مع كبار مسؤولي البلد. وأضاف المسؤول الأممي أن ديمستورا يذهب للتحدث مع الأطراف التي يعتقد أنه يريد نقاش الملف معها، فهذا جزء من ولايته، مؤكدا أنه من حقه التشاور حول الملف مع الدول المعنية، الدول الأعضاء، وكذلك الدول الغير المعنية، وذلك بهدف الدفع بالعملية الأممية. ودفع المتحدث بطريقة غريبة عن زيارة المبعوث الأممي لجنوب إفريقيا لمناقشة ملف يبعد كل البعد عنها ولا يصلها بصلة، حيث قال: فقط لأن شخصا ما قد لا يوافق على هذه الزيارة بموقفه الخاص أو بموقف الأمم المتحدة لا يعني أنه لا ينبغي أن يكون كذلك، ولا ينبغي لنا أن نتحدث معهم في الملف، والأمر لا يتعلق بجنوب إفريقيا فقط. وفي معرض جوابه عن سؤال حول سبب إخفاء ديمستورا لزياراته إلى العديد من الدول والإعلان بشكل مفاجئ عن زيارته إلى جنوب إفريقيا، قال ستيفان دوجاريك: لقد أعلنا عن رحلات سابقة لديمستورا إلى المنطقة وأماكن أخرى، ولهذا أنا لا أتفق مع رؤية الأمر وتحليله بهذه الطريقة، كما أؤكد أن ديمستورا ينهج الشفافية قدر الإمكان وهو يتواصل بشكل أكثر من الجيد. وأشار المتحدث باسم المنظمة الأممية إلى أن بعض الأشياء تفرض على ديمستورا الانخراط فيها بدبلوماسية منفصلة، غير أن مجلس الأمن يتوصل بحيثياتها من خلال التقارير التي يتوصل بها من المبعوث الأممي بشكل منتظم. ودافع دوجاريك عن غياب ديمستورا الطويل والذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول مردوده والإضافة التي قدمها للملف، قائلا: قد يكون بعيدا عن الأنظار لكنه لم يغب عن البال أبدا، ولا يجب التكهن بذلك فقط لأنه لم يظهر للأنظار وأن نقول بأنه لا يشتغل. يذكر أن زيارة ديمستورا لجنوب إفريقيا قصد مناقشة ملف الصحراء المغربية مع دولة تعتبر معادية للوحدة الترابية للمغرب أثارت العديد من الاستغراب والتساؤل حول جدوى إقحام دولة تحتضن عصابة البوليساريو الإرهابية في شأن يبعد عنها ولا يصلها بأي صلة.
القوة الإقليمية للمغرب تدفع إيران إلى تخصيص قمر اصطناعي للتجسس على بلادنا. أكد تقرير أمريكي تكثيف إيران لدعمها الموجه لعصابة البوليساريو ضد المغرب في سياق استراتيجية لزعزعة استقرار المنطقة عبر تدريب وتسليح الحرس الثوري لأفراد الجبهة الإرهابية. وبين التقرير الذي أصدره مركز التفكير الأمريكي الغير الحكومي هيريتاج حول مؤشر القوة لواشنطن لسنة 2024 أن طهران تبنت سياسة تتمحور حول الحرب الغير النظامية، حيث قام الحرس الثوري الإسلامي بتدريب وتسليح ودعم مجموعة متنوعة من الجماعات الشيعية والسنية المتطرفة وبعض الجماعات الانفصالية التي تشاركها أيديولوجيتها الإسلامية الراديكالية أو التي تحفظ مصالحها بمناطق مختلفة من العالم العربي والإسلامي، والتي يبقى من بينها الجماعة الإرهابية لعصابة البوليساريو. وأضاف التقرير أن الدعم الإيراني ضد المغرب يبقى كبيرا، لكنها ليست الدولة الوحيدة التي تتعرض لهذه السلوكات العدوانية، حيث أن تهديد طهران يمتد إلى دول عربية أخرى منها البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن وأفغانستان وتركيا، فضلا عن إسرائيل. وكشف التقرير عن وجود أعمال تجسسية إيرانية بمنطقة شمال إفريقيا من خلال قمر اصطناعي تجسسي ظهر خلال احتفالات الحرس الثوري الإيراني بذكراه 41 والذي أطلق عليه اسم نور. وحذرت الوثيقة ذاتها من استمرار نشاط تنظيم القاعدة الإرهابية بمحيط المغرب، حيث يتعلق الأمر بكل من الجزائر وليبيا ومالي والنيجر وتونس وبوركينا فاسو التي وجد فيها موطئ قدم مؤخرا. كما أشار التقرير ذاته إلى أن إيران تبتغي من دعمها لعصابة البوليساريو الإرهابية إحداث نوع من الفوضى بالمنطقة، موضحة أن هذه الأمور تشكل تهديدا حقيقيا لأمريكا وحلفائها الرئيسيين في شمال إفريقيا. وإلى مدينة الداخلة بالصحراء المغربية، حيث لم يستسغ زعماء عصابة البوليساريو الإرهابية إعلان سلسلة الفنادق الإسبانية سيناتور أند ريزورت المتخصصة في السياحة الفاخرة يوم الخميس الماضي افتتاح فندق بمدينة الداخلة في الصحراء المغربية شهر مايو المقبل. وكرد فعل على هذه الخطوة، وجه عبد الله العرابي ممثل عصابة البوليساريو الوهمية في إسبانيا رسالة إلى رئيس مجمع سيناتور أعرب فيها عن معارضة الكيان الوهمي للتوسع الفندقي المخطط له في مدينة الداخلة المغربية. وفي هذا الصدد أردف ممثل العصابة وفق ما نقلته إعلام الجبهة الانفصالية أن أي استثمار في المناطق الصحراوية دون موافقة الشعب يعد انتهاكا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن خطوة السيناتور تتعارض مع الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي حسب تعبير الجبهة الوهمية. المصدر المذكور جدد التأكيد على أن أي نشاط اقتصادي في الصحراء المغربية يجب أن يحظى بموافقة الشعب الصحراوي، مشددا على استعداد عصابة البوليساريو لتثمين أي مبادرة تسمح لها بالجمع بين مصالحها الاقتصادية وحقوق الشعب في الصحراء المغربية وفق تعبيره. المسمى العرابي هدد قائلا: إذا تم اتخاذ قرار توسيع النشاط الفندقي في مدينة الداخلة المغربية، فإن العصابة ستسلك أي طريق تحت تصرفها للدفاع عن الحق المشروع لجماعة تندوف. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر ومعها صنيعة البوليساريو ما تزالان تكرران أسطوانة تقرير المصير المشروخة مقابل تزايد الدعم والتأييد الدوليين لمبادرة الحكم الذاتية المغربية التي تبنتها المملكة سنة 2007.